مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. الأغلبية الحكومية تلتئم في اجتماع طارئ، لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. من المرتقب أن تلتئم الأغلبية الحكومية في الأيام القليلة المقبلة في اجتماع طارئ، وذكرت مصادر صحفية أن اللقاء سيقتصر في البداية على قادة الأغلبية رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز خنوش رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، لمناقشة الكيفية التي سيتم بها تحضير الحصيلة المرحلية للحكومة وتدقيق كل المنجزات والإخفاقات التي حصلت في القطاعات الوزارية. وأوضحت المصادر أن الأغلبية الحكومية ستتداول في التعديل الحكومي المقبل بالتوافق مع خريطته، إذ لن تخرج الأحزاب الثلاثة بتوافق فيما بينها، وهو ما يعني أن ما رجع عن دخول الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية مكان الأصالة والمعاصرة والاستقلال أمر غير وارد الآن.